مرحبا بكم جميعا في رحلة مثيرة عبر التاريخ المصري القديم. اليوم سأروي لكم قصة رائعة عن الملك خوفو بني الهرم الأكبر، وحكاية لقائه المذهل مع الحكيم العجوز جدجة. تخيلوا معي قصر الملك خوفو، أحد أعظم فراعنة الأسرة الرابعة. كان خوفو شغوفا بالمعرفة، يبحث دائما عن الحكمة في كل مكان. وفي يوم من الأيام سمع عن رجل حكيم يدعى جدجة، عاش 110 سنوات، وكان يحمل في صدره أسرار المعابد والكتب المقدسة. عندما التقى خوفو بجدجة سأله عن أسرار بيت تحوت، معبد الحكمة الغامض. وهنا جاء رد جدجة الذي غير مجرى التاريخ: يا مولاي، بيت تحوت لا يفتح أبوابه إلا لمن كان قلبه طاهرا ونيته صافية. الحكمة كنز أثمن من الذهب. تأثر خوفو بكلمات جدجة العميقة، واستمر في لقائه يوميا حتى تحول إلى ملك أكثر عدلا ورحمة. وهكذا ازدهرت مصر في عهده، لتثبت أن العلم والحكمة هما أساس بناء الحضارات العظيمة. إذا أعجبتكم هذه القصة التاريخية المذهلة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دعونا نحافظ معا على تراثنا العربي العظيم. نلتقي في حكاية